عايزه تستمتع بالاجازه ومش عارفه تروح فين ولا تيجي منين، فقلنا بقى احنا نعرفكم بعض الاماكن اللي موجوده وسهل انك تجيها ومش هتتكلف كتير، لان سعر دخولها يعتبر على قد الايد جدا. احنا بنتكلم في حديقه سعر دخولها ب 10 جنيه، وموجوده فين؟ موجوده في الزمالك. دي حديقه اسمها حديقه النهر. حديقه النهر فين؟ في الزمالك. هتلاقي برج القاهره اهو، تمام، وده بوابه بتاعت نادي الجزيره، وده كوبري اكتوبر اللي قدام حضراتكم، ده كوبري اكتوبر. ودي حديقه من الحدائق اللي انسى فيها الزحمه تماما، لان انت هنا قدامك مسطحات خضراء رايقه جدا، اشجار، جمال، مفيش بعد كده. برضه هي اسمها حديقه النهر، ولكن هي مش مطله على النيل، يعني هي بيفصل بينها وبين النيل تقريبا شارع. فانت هتيجي هنا هتستمتع، والحديقه ممتده من هناك كده لحد تحت الكوبري، وقدامك كده ايه شويه. هنلف فيها وهنفرج حضراتكم على جمال عدى الكلام هنا في حديقه النهر. كمان متاح انك تدخل بالاكل. انا طبعا واقف ده كله عشان الشمس لسه شديده شويه، بس هنخش جوه ونتفرج بسرعه كده في عجاله شديده جدا عليها. الحديقه حاليا من غير كافيتيريا، ودي ميزه، لان الكافيتيريا الفتره اللي فاتت كان فيها استغلال غير طبيعي، وكان فيها كيدز اريا وبرده اتشالت، وقريب جدا هيبقى فيها الكلام ده كله. ولكن انا بس بحب اعرفك وهوريك اماكن تانية ان شاء الله دلوقتي كمان شويه فيها كيدز اريا وفيها كافيتيريات وفيها كل اللي انت عايزه. انا بوريك ده وهوريك ده، ولكن دلوقتي الحديقه دي للناس اللي بتدور على خروجه رايقه ومش مكلفه خالص. يلا بينا يلا بينا. طيب اول ما تخش بقى من هنا هتلاقي السلالم الجميله دي، هتطلع عليها عشان تتمشى. ده كوبري اكتوبر زي ما وضحت لحضراتكم، وورايا على طول البوابه بتاعت نادي الجزيره. مسطحات خضراء بقى رايقه، وبرجيله جميله، مقاعد كتير موجوده، مقاعد رخاميه ومقاعد خشبيه وقصه وحاجات حلوه كتير يعني. الحمامات هي اللي هناك دي اهي برضو رايقه، واطلالتك بالكامل على النيل، بس انت يفصل بينك وبين النيل هو الشارع ده، فانت النيل فعليا قدامك، وكل حاجه جميله، اشجار. طبعا دي الحاجه بتاعت الكافيتيريا، خلاص الكافيتيريا كده كده مش موجوده، ولكن خلاص كلها ايام ان شاء الله هيجي يعني ايه حد تاني هيجي يستأجر المكان، وهتتفرجوا على جمال بشكل مختلف. حديقه يا جماعه في الزمالك بدخولها ب 10 جنيه، متاح انك تخش بالاكل والمشروبات بتاعتك. بص احلى فوتو سيشن هتيجي تعمله هنا، وهتفسح عيالك وتروق عليهم في حديقه النهر بالزمالك. حبينا بس كده ناخدكم في جوله. طبعا الحديقه كبيره، يعني الحديقه لسه ممتده، فيها برجولات وفيها قعدات زي ما وضحت لحضراتكم يمين وشمال وسط الطبيعه والاشجار. الحديقه لسه قدامك كتير، لسه قدامك كتير قوي، لسه قدامك لحد البرجوله اللي هناك دي، عشان برضو الشمس ونلحق نلف معاكم اماكن كتير جدا. عايزين بس ايه بسرعه كده لف بس كده بسرعه في الحديقه واماكنها الكبيره. يعني الموضوع مش هنا بس، لا ده انت لسه هتشوف ونطوف مع بعض في حدائق كتير موجوده في الزمالك. يعني دلوقتي احنا نزلنا الزمالك، قلنا بس نبتدي بيها ونستفتح بيها كده. بصوا يا جماعه، اشجار ونجيله وخضره، واحنا بنتكلم في كام؟ في 10 جنيه رسم الدخول، والاطفال من 6 سنين لحد 6 سنين يعني فور فري. فانت برضو دي كلها مميزات. لسه بقى احنا ننزل، دي بقى حته بقى ايه مظلله تحت في قلب الحديقه، فيها مسطحات خضراء وجمال بشكل مختلف. حديقه جميله رايقه، انسى زحمه العيد هنا خالص زي ما وضحت لحضراتكم. السلام عليكم، سلام طيبين. طيب لسه اهوت احنا ايه، ده كوبري اكتوبر فوقينا، و يعني حتى لو انت جاي على كوبري اكتوبر ونزلت على السلم ده هتخش هتلاقي البوابه زي ما وريت حضراتكم. من ضمن المميزات اللي هنا زي ما وضحت لحضراتكم ان فيها ايه اهي مقاعد كتير، ومتاح انك تدخل بالاكل عادي جدا. الحديقه بقى زي ما وضحت لكم من هناك لحد، شايف الشجر اللي هناك دي، دي شجره تين بن غالي من ايام محمد علي موجوده هنا.
طبعا احنا في الزمالك هنا، فطبعا هتلاقي الاشجار كتير وجمال بلون وشكل مختلف. ده سلم الزمالك يا جماعه، ده سلم اللي هو كوبري اكتوبر الزمالك. فهتيجي هنا وهتستمتع على ضمانتي، ودخولها زي ما وضحت لحضراتكم بكام؟ ب10 جنيه.